هنتكلم النهاردة عن القديس الأنبا بشاي راعي الدير الأحمر في غرب سوهاج. بشاي هو اسم قبطي ومعناه عيد. الأنبا شنودة اللي كان رئيس الرهبان اللي كتب سيرة حياته سماه بطرس عشان شاف فيه قوة في تحمل المشاكل والصعوبات زي الصخرة كده. الأنبا بشاي اتولد في قرية اسمها أبصونة دي قرية جوه مركز المراغة في محافظة سوهاج. في شبابه كان بيعمل الشر بس ربنا ما تخلاش عنه، اداله مرض وفي الليل شاف رؤية شاف فيها مكان العذاب الأبدي، فقعد يعيط من قلبه ورفع عينه للسما وقال: يا ربي وإلهي، لو شافتني أنا هتوب وهعبدك بكل قلبي. ولما اتشفى حس بتغيير جواه فعلا وبدأ يشوف الدنيا بنظرة تانية وانجذب لحياة الرهبنة. فراح ساب الغنم اللي كان بيرعاها وروح على الدير عشان يقابل القديس بيجول اللي هو كان خال القديس أنبا شنودة رئيس الرهبان في جبل أدريبة. عاش مع القديس بيجول في صداقة جميلة جدا وكانوا دايما مع بعض في الصلاة والتنسك والصيام والسهر، وقابلوا تحديات كتيرة واجهتهم بس ربنا نجاهم منها. ربنا اداله القدرة انه يقدر يعدي فوق احتياجات جسده، بمعنى انه كان يقدر يصوم بطريقة محدش يقدر عليها ابدا، زي ان هو يفضل شهر كامل ما ياكلش حاجة بقوة ربنا. وكمان الله اداله نعمة الشفافية ان هو يقدر يشوف الناس واللي بيعملوه، فكان بيساعد الناس ان هم يعيشوا حياة التوبة الحقيقية. وخبر الأنبا بشاي اتنشر في كل مكان في مصر، وكتب مقالات كتيرة جدا وعلم الناس حاجات مفيدة قوي سواء الرهبان او الناس العادية. وفي الأيام دي الأنبا شنودة طلع لعند خاله الأنبا بيجول وهو لسه صغير، كان عنده 7 سنين، فخاله لبسه الإسكيم وهو لسه شباب بعد ما ملايكة أعلنت ده، وكان الأنبا بشاي حاضر وقتها. هما التلاتة استمروا متفقين في الصلاة وعيشة النسك، وعملوا نفسهم مغارة في الجبل وبنوا كنيسة وسموها على اسم الست العذراء مريم. وأخيرا لما الأنبا بشاي خلص مشواره اتنيح بسلام، والقديس الأنبا شنودة كفنه ودفنه في الدير اللي اتسمى على اسمه والمعروف بالدير الأحمر اللي في غرب سوهاج. وكمان الأنبا شنودة كتب قصة حياته وعيشته النسكية وسماه بطرس زي ما شاف منه قوة تحمل صعاب الحياة زي الصخرة. بركة شفاعة وصلوات القديس الأنبا بشاي تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس الأنبا بشاي ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.